ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا مروه. ان شاء الله النهارده اخداكم ورايحه مكان حلو قوي ورخيص جدا. عشان تعرفوا العنوان لازم تتابعوا معايا الفيديو للاخر. وقبل ما ابدا الفيديو كالعاده ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتشجعوني، عشان تشجيعكم دوت بيخلوني اكمل. ما تنسوش كمان تكتبوا لي كومنتات حلوه قوي، عشان انا بحب اقرا الكومنتات اللي انتوا بتكتبوها لي. ان شاء الله النهارده المكان يعجبكم وتتبسطوا قوي منه، وتروحوه وتيجوا تشكروني عشان المكان بجد حلو. نبدأ بقى على طول. المكان اسمه 10 to 20. المكان ده تحفة قوي يا بنات. اول ما دخلت طبعا دخلت على القسم بتاع التوك. زي ما انتوا شايفين التوك كلها شكلها كيوت. اي توكة هنا، يعني اي باكت من الباكتات دي كانت سعر الباكت كان ب10 جنيه الاولاني. الباكت التاني دوت كان اللي هو البندانات دي كانت اي قطعة ب5 جنيه. شايفين كيوت ازاي يا جماعة؟ بجد انا كنت هموت على كل الحاجة دي، كان نفسي اجيبها كلها بصراحة. بس يلا بقى، المكان كان زحمة جدا كمان، يعني اعذروني لو التصوير سريع. طبعا هنا برضو دي كل قطعة كانت ب5 جنيه. طبعا مكان يا بنات كان زحمة جدا 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 بجد، يعني انا مكنتش عارفة اصور من كتر الزحمة، فهتلاقوني على استعجال كده. الباكت دوت كان ب15 جنيه، كان اللي هي التوك الاستيك الصغنونة بتاعت الاطفال دي. كمان التوك دي انتوا عارفينها، اللي دايما بيجي عنها اعلانات بتاعت الكوريين بقى، كانت برضو ب5 جنيه، والتوك ده برضو كان ب5. بصوا التوك الصف اللي تحت اللي عامل زي المشبك دوت، كله برضو كان اي سعر اي توكة فيهم كانت ب5 جنيه. الطواق كذلك الامر، اي طوق كان ب5 جنيه. الطواق كلها شكلها عسول، وكانت يعني بصراحة كل حاجة كانت عسولة. النجوم بقى والقلوب والمربعات، الحاجات دي بتبقى شكلها كيوت قوي على الاطفال في مناسبات. الحاجات دي بيبقى شكلها حلو قوي. كانت برضو القطعة ب5 جنيه، وده برضو الباكت كان ب5 جنيه. اي قطعة في الباكت كانت ب5 جنيه. هنا برضو حاجات شكلها كيوت بقى كده، كان نفسي اجيبها بصراحة كلها. بس يلا بقى. ان شاء الله بقى هبقى اعمل لكم فيديو بعد كده على القطع اللي انا جبتها، يعني انا قلت اوريكم المكان الاول، بعد كده بقى اوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها. برضو التوك العسولة دي كانت ب5 جنيه اي قطعة. زي ما قلت لكم اي طوق كان ب5 جنيه، واي توكة كانت في العرض اللي تحت ده كله كانت برضو ب5 جنيه. شايفين يا جماعة؟ مش عارفة اقول ايه عليها من كتر ما هي كيوت. برضو اللي هي زي ما قلت لكم المشابك اللي بتمسك دي برضو كانت اي قطعة ب5 جنيه. الباكيتات دي كلها شكلها كيوت، وكلها فواكه بقى وحاجات ايه تحفة تحفة. مكان طبعا يا جماعة كان زحمة قوي قوي، وانا كان غصب عني ان انا بسرع في الفيديو، عشان طبعا كنت بحاول ان انا ما اجيبش الناس، وعشان برضو على قد ما اقدر احاول اصور لكم اكتر قدر من الحاجات الموجودة. اسفة. الباكت ده كله كان ب10 جنيه. اي باكت هنا كان ب10 جنيه. الباكت اللي هي الكليبس دي الواحدة فيهم كانت ب5 جنيه. اللي عليها بقى موز وفواكه دي كانت عجباني قوي يا جماعة، تحفة. آه، اللي هو المثبت بتاع الميك اب ده برضو كان ب20 جنيه. طبعا زي ما قلت لكم عندهم حاجات كتيرة قوي واقسام بقى، يعني انا بدأت اول حاجة بقسم التوك، بعد كده دخلت على قسم الميك اب. الروجات دي كان اي صباع روج كان ب20 جنيه. حلوة قوي يا بنات، انا جبت منها قبل كده، ثابتة جدا و... وريحتها حلوة، مش ريحتها وحشة. المزيل برضو بتاع الميك اب دوت كان ب20 جنيه. واي بقى روج سايل اي حاجة كانت ب20 جنيه برضو. في الروجات الثابتة ديت انا جبت منها كذا مرة بصراحة، نوعيتها حلوة جدا وثابتة يعني. وحاجة حلوة، يعني مش اي كلام. طبعا اللي انتوا شايفينه كذا دور ده، كل قسم فيه ريحة ولون مختلف عن التاني، اللي هو الروج السايل. ففي بقى رجوجو، وفي بلاشر، وفي اسمه ايه مش فاكرة اللي بيلمع ده بصراحة كان اسمه ايه. هنا بقى اي صباع، اي قلم كحل كحل او اسمه ايه، الكحل او الكحل البيج الاسود الابيض، الالوان دي كلها كانت ب5 جنيه. هنا بقى قسم المشاط كانت بتتراوح متهيألي ما بين
10 ل15 او 15 ل20 في الحدود دي. واللوف بتاع الاطفال دي كانت كيوت قوي وعسولة. مش المشاط كلها عليها استرسات بقى وحاجات للاطفال بتلمع وكده. هنا برضو ده القسم بقى بتاع السلاسل. يعني القسم بتاع السلاسل ده هتلاقوا فيه منه كذا كذا قسم. الاولاني دوت كله اللي هو زي اليدوي كده اللي بيبقى معمول، شكله كيوت كيوت. وفي اللي هو البلاتينات بقى ديت اللي هي اللي عامله زي الحديد دي، بصراحه مش عارفه اسمها ايه. وفي بقى حاجات بتاعه الاطفال الكيوتة دي. والسلاسل دي كانت عجباني قوي بصراحه، اللي هي العين الزرقاء دي. شايفين بقى السلاسل بتاعه الاطفال شكلها كيوت وعسوله عسوله. بجد كان نفسي اجيب كل حاجه البنوت يا جماعه من كتر ما المكان حلو قوي. السلاسل دي بقى كانت بصوا السلاسل بتاعت الأطفال دي كانت برضو بين 20 ل15. الخواتم دي كانت ب5 جنيه. الأساور برضو كانت بين 15 و10. بصراحة الحاجات كلها كانت حلوة. السلاسل دي كانت ب20. برضو الميداليات دي يا جماعة، الميداليات دي تحفة تحفة تحفة، شكلها حلو قوي وكيوتة والوانها حلو. فالمكان بصراحة كل الحاجات فيه حلوة قوي. ومكان زحمة بجد والله يا جماعة، لو فضلت اقول من هنا للصبح ما شاء الله. يعني مكان زحمة قوي ويعني حلو. يعني انا صورت لكم المكان لانه فعلا مكان يستاهل ان انتوا تروحوه، بسبب ان هو حاجاته رخيصة جدا. اللي هي الخلاخيل بقى والحاجات دي كانت في حدود 10 جنيه كلها. يعني المكان يا جماعة اللي انا بصوره كله على بعضه بيبقى السعر بتاع القطعة مكتوب فوق. فكل دوت يعني حتى السلسلة بالحلقين دي كانت برضو ب10. اساور الاطفال دي برضو كلها كانت ب10 جنيه. والحلقان بقى الصغيرة الكيوتة دي وشايفين حظاظة الفلامينجو دي. الاساور دي شكلها برضو كيوت، هي واللي عليها تفاحة اهي. ودي برضو في اللي هي معمولة بالخرز. هنا برضو كان في سلاسل لينا احنا بقى الكبار، دي كانت ب10 جنيه. كان فيها طبعا اشكال كتيرة. بس انا زي ما قلت لكم والله يا جماعة انا كنت بحاول على قد ما اقدر ان انا اسرع في الفيديو وامشي بسرعة كده بسبب الزحمة. يعني انا والله لو بايديا كنت فضلت كتير اصور. هنا بقى الحزمة، في برضو احجام كتيرة. الحزمة دي كلها كانت ب10 او 15. 10 15 20 كده. هنا برضو في الخواتم دي كلها كانت ب10 جنيه. الستاند كله يا جماعة، المكان كله زي ما قلت لكم اللي انا بصوره كله بتبقى اسعار اي قطعة فيه ب10 جنيه. تمام. الخاتم الفراشة ده كان كيوت قوي يا جماعة، كان حلو خالص. دول برضو شكلهم حلو ورقاق، مش يعني حاجة رقيقة، مش كبيرة كده وشكلها مش حلو. البتاعة ديت انا صورتها ورجعت صورتها تاني عشان كنت حاسة ان انا مش ما صورتهاش كويس. هنا برضو في اللي هو المونيكير بقى كان ب15. والبتاعة اللي تحت ب10 دي المفروض ان هي بتاعة مفاتيح. ودي مرايات برضو كانت ب10 او 15. هنا بقى الحلقان للناس اللي بتحب الحلقان الكبيرة اوي اللي بتعمل اللي بتلبس بندانات بقى وتربون وحاجات كده، بتبقى شكلها حلو قوي. النجمة ده كان فيه منه مثلا الذهبي وكان فيه منه الفضي. كذلك الامر اللي انا مسكاه دلوقتي ده. كل حاجة عندهم يا جماعة لونها ذهبي بتلاقي فيه منها الفضي، فاهمين يعني. في عندهم نفس الشكل بالظبط ده اللي لاحظته بصراحة موجود عندهم. وفي عندهم شوية حلقان اطفال يا جماعة كيوت كيوت كيوت، عسولات خالص بصراحة. الباكت ده على بعضه كان ب20 جنيه. يعني اي باكت كده على بعضه في كذا كذا قطعة كان ب20 جنيه. حلقان الاطفال واللي هي الكذا اللي هي عاملة زي كذا 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 بيرسينج ديت برضو كانت ب20. واللي هي الحلق بتاع البيرسينج اللي بيبقى تحت وفوق برضو ده كان ب20 او 10. الباكت ده كان برضو ب20. يعني بصوا بقى يا جماعة عشان تصدقوني لما اقولكوا كل حاجة كيوت في المكان. ده كان ب10 جنيه. هتلاقوني بصوا هتلاقوا برضو ان اكترية الحاجات مكتوب عليها اسعارها. انا يا جماعة انا بجد يعني بيجيلي اللي هو انا مش متذكرة قوي، فاهميني من كتر ما الحاجات كتير وحلوة قوي. هنا دول كانوا ب10 جنيه. اي باكت كان ب10 جنيه. كان بقى بيبقى فيه مثلا
في بيبقى فيه 10، في بيبقى فيه 5، في بيبقى فيه 1، في بيبقى كده يعني على حسب الباكت فيه قد ايه. آم، في دوت برضو كان عاجبني قوي، اللي هو شايفين في برضو اللي عامل زي القماش بقى، دي للناس اللي بتحب الالوان الكتيرة في الحلقان. الحلقان دي برضو كانت حلوة قوي قوي قوي. اهو زي ما قلت لكم في منها الذهبي وفي منها الفضي، دي بتبقى حلوة قوي للناس اللي بتحب ال الزيطة دي، فاهمين؟ فبتبقى حاجات شكلها كيوت. وفي هنا ده برضو اللي عليه اللي ليه كذا برسم، ودي خواتم كانت برضو بين 10 15 حاجة زي كده. وفي دوت اللي هو بيبقى البلاستيك دوت اللي طالع موضة الايام اللي احنا فيها دي، شكله عسول، كذا كذا قطعة مع بعض. ده كان ب20 جنيه. كنت بحاول على قد ما اقدر يا جماعة والله ان انا اصور لكم البتاع. اسمه ايه، منظم الميك اب ده كان ب20 جنيه، اي شكل منهم. في هنا بقى الفرش بتاعة الميك اب. انا حاسة يا جماعة والله من كتر ما انا يعني متسربعة في الفيديو، مش عارفة اتكلم يعني. انا عارفة، اعذروني. في بقى اللي هو الطبق بتاع الماسكات بتاعة الوش، الحاجات دي كلها. وهنا ده بقى يا حلوات كان قسم الباديكير والمانيكير. والاظافر بصراحة كلها كان شكلها كيوت، كنت عايزة اجيبها كلها بس طبعا مش كلها بتليق عليا. العنوان بقى فين يا حلوين انتوا؟ العنوان في مدينة نصر في عباس العقاد جنب كوستا كافيه على طول. هتلاقوا محل مكتوب عليه 10 to 20. انا على قد ما اقدر حاولت اصور لكم اكبر قدر من الحاجات الموجودة، ان شاء الله تعجبكم. وزي ما قلت لكم ما تنسوش تعملوا